التلفزيون ده مش نافعني، مينفعش معايا المقاس ده خالص. ده انا جايب شقة بشيء وشويات، وبعدين ازاي ابوك يحرجني ويجيب تلفزيون صغير؟ لا لا لا، الكلام ده مينفعش. ابوك لازم يرجع التلفزيون ده ويجيب لي تلفزيون 65 75 بوصة. انا جايب شقة بشيء وشويات. الكلام ده مينفعش. على فكرة، دي مش اول ولا اخر مرة تحصل فيه، على فكرة حالات كتير جدا جدا جدا، وهتلاقي حواليك ناس بتتكلم بالطريقة دي. العريس يروح يشترط: لا انا عايز التلاجة الفلانية، انا عايز البوتاجاز الفلاني، انا عايز الغسالة الفلانية، انا عايز شاشة مقاساتها معينة، ماركة معينة. حق. ليه بقى؟ لان احنا هنا حطينا استحقاقية غلط اصلا. حطينا استحقاقية غلط للبنت وللولد. تمام. هو الاصل في الجواز يا جماعة، زي ما عمالين نقول بقالنا سنة واتنين وتلاتة: الراجل بيجهز شقته باحتياجاته، ويروح لأهل العروسة، أهل البنت اللي هو عايز يتجوزها: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مجهز شقتي يا جماعة، والله أنا مجهز شقتي باحتياجاتي باللي إحنا عايزينه، وهدفع مهر بنتكم كام؟ مهر بنتنا 10 قروش. طب والله أنا أقدر أدفع 5، طب 7، طب 8. اتفهمنا، وصلنا لحل وسط. السلام عليكم، ازيكم، بنتكم تلزمني، نقرا الفاتحة، نعمل شبكة، نكتب كتاب، ويجيب لها هدية دبلة وخاتم، أو على قد قدرته، وخلاص على كده. تمام. لكن انتوا النهاردة تقولوا: لا، ده البنت بتجهز وتجيب ب300 400 500 ألف جنيه وأكتر، وفي بنات بتجيب أكتر من كده. عشان إيه؟ علشان آخد حاجته كلها وأكتبها في القايمة تبقى ملكي. فكل الموضوع كله استحقاقيات غلط، استحقاقيات غريبة. ويجي أبو البنت يقعد يحط رجل على رجل، يقول: أنا عايز 3 4 أوض، أنا عايز دهب بقد كده، أنا هكتب مؤخر قد كده. طب ما مؤخر الصداق ده أصلا هو المفروض إن هو الجزء الباقي من المهر. فأنت بتاخد العفش كله، بتاخد الذهب، واخر مؤخر الصداق، مش مقدم الصداق، لان المفروض المهر بيدفع مقدم، وتحط ده كله في القايمه بتاعتك. وقسيمه الزواج، المؤخر يتكتب في قسيمه الزواج، والخشب والذهب والحاجات دي كلها تتكتب في القايمه على اساس ان هي مهر البنت. انت خدت كل حاجه ان هي مهر البنت. طب ايه؟ لا، وكمان مش بس كده، انا عايز شقه تمليك 3 اوض 4 اوض في المكان الفلاني. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ انتوا عاملين استحقاقات غلط. ما نرجع للشرع بقى، نريح نفسنا من كل ده، كل ده نرتاح منه ونخلص. مش لازم. ويا جماعه برضو بهدوء، بهدوء كده. مش لازم يروح يجيب الاجهزه الفلانيه، في حاجات كتير قوي مش هنستخدمها. مش لازم نجيب كل حاجه زي ما البنت عايزه. مش لازم. انتي النهارده محتاجه حاجه في بيتك، فيما بعد هتقول لجوزك: والله انا عايز ميكرويف. حاضر، ربنا ييسر، اجمع فلوس واجيبهولك. انا عايزه كيتشن ماشين. حاضر. عايزه اير فراير. حاضر. واحده واحده. تمام. مش لازم تيجي النهارده تقول: لا لا لا، التجهيزات اللي انت عاملها دي ما تعجبنيش انا. لا. طب والجهاز بتاعي؟ ست، الجهاز بتاعك بعيد. الجهاز بتاعك يا ست بعيد. وايه اللي خلاكي تجهزي وتجيبي اصلا؟ عمالين تجيبوا حاجات مش ملزومه بيها اصلا. وفي الاخر تزعلي بقى لما يجي خطيبك يقول لك: هو ابوك جايب لي شاشه 32 ليه؟ انا عايز شاشه 60 بوصه، انا عايز شاشه 70 بوصه. هو ابوكي جايب ثلاجه 12 قدم ولا 14 قدم ليه؟ لا لا لا، انا عايز 18، انا عايز 20 قدم، انا عايز 50 قدم. تمام. هو ابوكي جايب لي غساله هدوم 8 كيلو؟ لا لا لا، عايز الغساله ال 12 كيلو، 15 16 كيلو. ايه يا جدعان في ايه؟ خلاص بقى يا جماعه، ما نظبط نفسنا بالراحه، واحده واحده على نفسنا. عمالين نحط على نفسنا اعباء زياده ليه؟ عمالين نحط على الشباب اعباء زياده ليه؟ كل ده عشان نكتب حته قايمه؟ كل ده عشان نكتب القايمة عشان الاستحقاقية الغلط اللي انتوا فاهمينها غلط اصلا؟ انت خدتي ايه؟ استفدتي ايه؟ ما كل ده بيروح في كل ده بيضيع، ملوش لازمة.